أهلا بكم من جديد. تواصلت الاشتباكات الليلة الماضية بين قوات الحكومة الصومالية الانتقالية والقوات الإثيوبية من جهة وجماعات المسلحة من جهة أخرى في العاصمة مقديشو. ويجسد التصعيد الملحوظ في العاصمة الصومالية منذ أيام جانبا من الخلافات التي ظهرت بالتزامن مع توقيع اتفاق التهدئة في جيبوتي قبل أيام. من قال إن نيران الحرب في الصومال قد تخبو قريبا عليه أن يراجع حساباته، فشوارع مقديشو وأحراشها شواهد على أن أزيز الرصاص في البلد المكلوم أقوى من أي حديث عن الأمن والاستقرار قد يتخافت به المسؤولون الحكوميون، وعن إنجازات تحلم بعثة الأمم المتحدة بتحقيقها. الأحياء الجنوبية من العاصمة الصومالية كانت مسرحا لاشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة الانتقالية وحلفائها الأثيوبيين من جهة، وبين مسلحين من المحاكم الإسلامية أو محسوبين على أحد أذرعها المختلفة من جهة ثانية. واستنادا إلى الشيخ عبد الرحيم عيسى عدو الناطق باسم المحاكم الإسلامية، فإن مقاتلين من هذه الحركة بادروا بالهجوم على القوات النظامية والأثيوبية، وقتلوا منها 10 جنود وأصابوا 3 آخرين، بينما لم يقتل من المهاجمين سوى 2 حسب تصريحاته. وفي غياب معلومات رسمية، قال شهود إن 7 مدنيين على الأقل لقوا مصرعهم، وجرح آخرون في رد القوات الحكومية الانتقالية مدعومة بوحدات من الجيش الأثيوبي. ويندرج كل ذلك في سياق تصعيد جديد تجلى جانب منه مساء الثلاثاء الماضي في مكان آخر من العاصمة الصومالية التي ما فتئت تئن من جراء الاقتتال والتناحر. وإذا كانت الحرب فعلا ممارسة للسياسة بوسائل عسكرية، فإن مؤشرات عديدة توحي بأن سياسة التطاحن السائدة في الصومال منذ 17 عاما أيامها مديدة. فالاتفاقات ومن آخرها ما أبرم في جيبوتي مطلع الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة غالبا ما تفتح المجال لتجدد المعارك بضراوة تترجم على أرض القتال خلافات السياسيين وصراع الأجنحة، بما يؤجج نار الحرب الأهلية ويكرس مفهوم الصوملة.